أهلا بيكم. قضيتنا النهاردة قضية مصرية عن نجمة شهيرة جدا من نجوم التسعينات، وقدمت أكتر من 86 عمل فني في السينما والتلفزيون. من كام أسبوع كده ظهرت علينا في السوشيال ميديا بتستغيث وبتشتكي من قلة الفلوس، وإن ما بيتعرضش عليها أدوار مناسبة تليق بمكانتها الفنية السابقة، على الرغم من إنها ظروفها المادية صعبة جدا، وإن مامتها تعبانة وابنها مريض وحالتها صعبة. ظهرت آراء كتير جدا بتتعاطف معاها وبتدعي لها وبتستجدي الوسط الفني إن هما يجيبوا لها أدوار تليق بيها، وعلى الناحية التانية طلع أصوات بتقول إنها ما تستحقش التعاطف، وإن اللي حاصل فيها ده تخليص حق من اللي عملته قبل كده في هنادي ومروة. وده يرجعنا لقضية مشهورة جدا في أوائل الألفينات، بالتحديد سنة 2001، قضية هزت الرأي العام. عايزين تعرفوا تفاصيل القضية؟ أوكي، نخفف الأنوار ونحضر الفشار، وما تنسوش تضغطوا على زرار اللايك والسبسكرايب وزرار الإشعارات عشان أول ما ننزل فيديو جديد يجيلكم إشعار. ويلا بينا نسمع ونشوف حصل ايه. حاسه بندم؟ لا، مش حاسه بندم، حاسه بظلم. حاسه بظلم؟ ظلم فظيع. قضيتنا النهارده يا جماعه هزت الرأي العام كعادة أي قضية تخص فنان أو فنانة، لأن الاهتمام الإعلامي بيبقى متسلط عليها أكتر، والناس كمان بتبقى مهتمة إنها تعرف تفاصيلها أكتر من أي قضية تانية. ومن كتر ما القضية كانت قاسية جدا سماها الرأي العام ساعتها بقضية السلخانة. ايه حكاية قضية السلخانة؟ تعالوا معانا. سنة 1998 وفي عز مجد الفنانة وفاء مكي استأجرت بنتين، واحدة اسمها هنادي وواحدة اسمها مروة. هنادي ومروة كانوا بيساعدوها في اللبس وكانوا بيعملوا شغل البيت. في يوم من أيام شهر سبتمبر كانت البنت مروة بتنظف في شقة الفنانة، وعلى حسب ادعائها إنها شافت حاجة مش مظبوطة. احنا شفنا عليها حاجة وانا مش عايزة اقولها. والبنت راحت بلغت زوج الفنانة وفاء مكي وقتها، وعلى حسب ادعائهم زوجها اتنرفز جدا واتخانق مع الفنانة وعنفها تعنيف شديد جدا، وقال لها ان اللي قاله الكلام ده هو البنت مروة. وبعد ما عنفها واتخانق معاها نزل وساب البيت، وبعدين زعق وشخط وشتم وراح ضاربني. هي خرجت من جوه قالت لي انا هدمرك زي ما دمرت. وبعد ما نزل زوجها كانت الفنانة غضبانة غضب شديد جدا، ندهت للبنت مروة وقامت مامتها تكتف حركتها تماما، وراحت الفنانة المشهورة جابت سكينة وراحت سخنتها على البوتاجاز، وجابت السكينة المولعة تكوي بيها جسم البنت في أماكن مختلفة، والبنت تصوت جامد جدا، تصوت لحد ما صوتها راح. ومش بس كده، لا كمان أجبروها هي واختها إن هم يسجلوا تسجيل بيعترفوا فيه إن هم سرقوا مجوهرات وصيغة من شقة الفنانة. وما تكتفيش الفنانة بكده، لا بتستمر في تعذيبهم، مش يوم ولا يومين، لا قعدت تعذبهم لمدة 21 يوم كاملين. ورتهم كل أنواع التعذيب، من حلق شعر وكوي للجسم وضرب وخلع للضوافر. وكانت النتيجة إن البنت من كتر التعذيب سخنت وفقدت الوعي وما بقتش تستجيب لأي حاجة. الفنانة لما لقت البنت ما بتردش عليها ابتدت تقلق. قامت عملت ايه؟ حست الفنانة ان الموضوع ابتدى يدخل في الجد وان في مسؤولية جنائية ممكن تتحط عليها، فاستعانت بناس قرايبها ومن ضمنهم ممثل اسمه احمد البرعي. خدوا البنت هي واختها بالعربية ورموهم عند مدخل القرية بتاعتهم، وبالصدفة ناس معدية عند مدخل القرية وشافوا البنت في الحالة السيئة دي وبلغوا والدها اللي خدها بسرعة على أقرب مستشفى، وكانت فعلا حالتها سيئة جدا، كانت بين الحياة والموت. وقدروا فعلا ان هم ينقذوا حياتها، وكمان بلغوا البوليس في الفنانة وأمها. وبعد الحادثة دي الخوف سيطر على وفاء ومامتها وهربوا، قعدوا متخفيين لمدة أسبوعين، ولكن تم العثور عليهم وتقديمهم للمحاكمة. ورغم نفيها التام للتهمة دي
ولكن المحكمة حكمت عليها ب10 سنين سجن، وحكمت على مامتها وبقية الناس المشتركين في الموضوع بسنة واحدة، ومع الاستئناف اتخفف الحكم ل3 سنين. وفعلا بعد 3 سنين بتخرج الفنانة وفاء مكي وبتمارس حياتها الطبيعية وبترجع للفن تاني. وبعد أكتر من 20 سنة على القضية دي بترجع الفنانة وفاء مكي للأضواء، ولكن المرة دي بشكل مختلف. وانا بستغلها فرصه من مكاني ده وبعمل نداء واستغاثه لرئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي. في استغاثة منها لرئيس الجمهورية بتطلب انها ترجع تشتغل تاني، وان بالرغم ان اتعرض عليها بعض الادوار ولكن هي شايفة انها لا تليق بمكانتها الفنية وتاريخها الفني. ولما سألوها على القضية كان ردها مش قضية مخلة بالشرف يا راجل. فاهمة؟ بس خلاص بعرف خلاص ان دي قضية مش مخلة بالشرف، كأن ده تبرير للي حصل، ان طالما القضية مش مخلة بالشرف يبقى هي ممكن تتعامل وتكمل حياتها عادي. وبعد ظهورها الإعلامي الأخير انقسمت الآراء لقسمين، قسم متعاطف معاها وبيقول ان هي خلاص قضت فترة العقوبة وطلعت وخدت جزائها، وان محدش فينا معصوم من الغلط وما ينفعش ننصب محاكمة للناس حتى بعد ما يتحاكموا. والرأي التاني شايف ان اللي حاصل ده عدالة ربنا وانتقامه، وان مش كفاية ابدا 3 سنين على البهدلة اللي اتبهدلتها البنت دي واختها. كنت عايزة البنت قليلين عليها، كنت عايزاها تاخد إعدام عشان تحاول تعمل في حد كده زي ما هي عملت فيها كنت لازم أعمل فيها. اشمعنى هي تعمل فيها احنا ما نعملش فيها؟ ورغم نفيها للتهمة وتأكيدها ان ده انتقام من شخصية تقيلة وقتها لأنها رفضت تنفذ له طلباته. هو انا ما عملتش كده، مش عشان انا بقول انا ما عملتش كده، علشان دول بيشتغلوا عندي في النهايه. يعني انا قبل ما اعمل كده مانيش ماضيه معاهم عقد احتكار، هفتح الباب اقول لهم مع السلامه او اقل ما فيها اكلم اهاليهم زي ما حصل ياخدوهم ويمشوا. لكنها بتقول حتى لو انا اخطأت فانا اتعاقبت، وبعدين ذنب ابني المريض ايه انه ما يلاقيش ياكل، او امي العيانه. عقاب ربنا مش كده، مش عقاب ربنا. ابني لا حول ولا قوه عشان يتعاقب. ما فيش حد بذنب يقول لك يعني لا تاخد الطير بذنب صاحبه ولا عادي ذنب اهله ولا استفتي. لا لا. وبتتقفل القضيه على كده. اكتبوا لي في التعليقات انتوا شايفين ايه؟ هل انتوا مع الرأي اللي بيقول ان ده انتقام من ربنا وانها ما تستحقش انها ترجع تاني لحياتها الطبيعيه وحياتها الفنيه، ولا انها خلاص اتعاقبت ومن حقها تبدأ من جديد زي ما كلنا ممكن نغلط، واذا كان ربنا نفسه بيغفر يبقى احنا مش هنغفر لها ليه؟ واشوفكم في قضية جديدة.